السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي ومتابعيني يا رب تكونوا في أفضل حال. هنعمل مع بعض النهارده صينية بطاطس بالفراخ، بس حاجة كده يعني تقولوا بالضبط هي فراخ مشوية، تحفة زي ما أنتم شايفين كده الألوان فظيعة. نبدأ مع بعض التتبيلة بتاعتنا، هننزل بنُص فنجان من اللبن، ولو عندِك علبة زبادي حطيها بدل اللبن، ومعلقة كبيرة من الصلصة، وكمان نُص فنجان من الزيت، وهننزل ب بهارات فراخ وكمان بابريكا والسبع بهارات زي ما انتم شايفين وتوم باودر وبصل باودر. تمام، زي ما انتم شايفين كده. وكمان نزلت برشة من الكاري ومستردة زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نمكس كل الكلام ده مع بعض حلو قوي. دي كده التتبيلة بتاعتنا اللي هنغطس فيها كده الفراخ، وهنشقق الفراخ كده زي ما هوريكم دلوقتي علشان التتبيلة تدخل في كل حتة. تمام، شايفين التتبيلة وجمالها، بس مكسوها كويس عشان كل حاجة كده تندمج مع أختها. عايزة أقول لكم كان طعمها وريحتها تجنن، جربوها. دي الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، أنا مش يعني مشرحاها في كل حتة. شايفين؟ هبدأ بقى أدعك الفراخ بتاعتي في التتبيلة كويس جدا، وأحاول أدخلها في كل حتة. أحاول إني أدخل التتبيلة دي في كل مكان. طيب بعد ما هادعكها كويس هاغطّيها وأحطها في التلاجة ساعتين فما فوق، كل ما تقعّديها في التتبيلة تبقى أحلى وأحلى. بقى لو تقعّديها يوم كامل تبقى أحلى، وتبقى التتبيلة تندمج كده مع اللحم بتاع الفراخ وتخش جوّه أكتر، زي ما أنتم شايفين كده. لحد هنا دي تتبيلة شوي، يعني أنتِ ممكن تاخدي من هنا وتشوي على الفحم، تدّيكِ أحلى طعم وأحلى ريحة، بس إحنا بنحب معاها صينية بطاطس كده أكتر. هنا غطيتها زي ما أنتم شايفين وعلى التلاجة. يبقى كده خلّصنا تتبيلة الفراخ. حلو كده، نجهّز بقى إيه الفرشة بتاعتنا. نزلت هنا بطماطم جوليان وبصل جوليان وفلفل أخضر، وكذلك بطاطس زي ما أنتم شايفين بنفس الشكل. تمام، نزلت بيهم في الصينية بتاعتي وحطيت الملح بتاعي زي ما أنتم شايفين، وفلفل أسود. مش عارفة قُلت لكم أو لأ، إحنا طبعًا حطينا في تتبيلة الفراخ ملح. بعد الفلفل الأسود حطينا كمان بابريكا و كاري ومعلقتين كبار من الصلصة زي ما أنتم شايفين كده، ونُص فنجان من الزيت. وهامكِّس كل الكلام ده مع بعض حلو أوي، أدعكه كده في بعض. عايزة أقول لكم بتفرق جدًا، جدًا إنكم كده تمسكوا كل حاجة تدعكوها في بعضها، بتفرق أوي، 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 ده اللي أنا لاحظته. هنا خلاص عملت الفرشة بتاعتي بعد ما الفراخ بتاعتي اتبلت كويس أوي. هانزل بالفراخ بتاعتي على البطاطس، شايفين؟ رصيها بقى زي ما أنتِ عايزة كده، حسب الكمية اللي أنتِ عاملاها، ونزّلي أي حاجة معاكِ من التتبيلة فوقيها زي ما أنتم شايفين كده، ما تسيبيش حاجة. شايفة؟ عايزة أقول لِك بقى إن الطريقة دي لو عندِك عزومة هتشرّفِك جدًا، وهنغطّي عليها وهي هتستوي بقى في عرقها، زي ما أنتم شايفين. هنغطّي عليها بورق سلوفان وندخّلها على فرن سخن لمدة ساعة إلا ربع لساعة. ساعة إلا ربع لساعة، حلو كده. وهتطلع معاكم زي ما أنتم شايفين كده لوحة فنية، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، باحبكم جدًا، باي.